السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين سفينة التسويق العقاري، أهلا وسهلا بكم. النهارده احنا على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في الكيلو 58. بنقدم لكم النهارده مزرعة نموذجية بمعنى الكلمة. النهارده احنا بنقدم لكم 12 فدان مقام عليهم استراحة، فيهم معلف للمواشي، فيهم 2 بير بالطاقة الشمسية وبير بالكهرباء. الأرض اللي معانا النهاردة أرض مثمرة، منهم 9 فدان مزروعين مانجا وسفندي و3 فدان محاصيل. زي ما احنا قلنا الأرض ديت عقد أخضر من الهيئة العامة للتنمية والمشروعات وزارة الزراعة، وبيها حيازة، يعني عندك حيازة زراعية بتصرف كيماوي وبتصرف بذور. الأرض بينها وبين الصحراء بالظبط حوالي 8 كيلو، بتنزل على طريق أبو غالب الرئيسي 8 كيلو بالظبط تبقى في قلب المزرعة. مزرعة نموذجية بمعنى الكلمة، فيها سكن عمال، فيها استراحة للمالك، فيها 2 بير زي ما احنا قلنا، بير بالطاقة الشمسية، يعني ممكن تروي الأرض بالطاقة الشمسية، ما تدفعش أي كهرباء ولا أي حاجة. وبرضو في تاني بير بالكهرباء. الأرض ممتازة، عقد أخضر من الهيئة العامة للتعمير ووزارة الزراعة، ومسجلة شهر عقاري. فيها سكن عمال، فيها زريبة، فيها مية البلدية. هنا النهارده احنا عندنا في الأرض ديت في مية البلدية، مية الحكومة موجودة هنا. قبل الأرض بحوالي 500 متر. كل الأرض اللي قدامها دي بتتقطع بالإيراد، كله بيتقطع بالإيراد، يعني منطقة فيها ناس ساكنة، في ناس مقيمه عاملين فيلل، عاملين استراحات. يعني انت ممكن تعمل استراحتك هنا، يبقى عندك مزرعتك النموذجيه اللي هي المزرعه المثمره زي ما احنا شايفين كده اهوت. مزرعه مثمره، ده سفندي مثمر ومانجا مثمره، وعندك محاصيل. يعني ممكن تكبر المعلف ده شويه وتعمل مشروع انتاج حيواني كامل، انتاج حيواني كامل، وتعمل انتاج داجيني زي ما انت عايز. الارض تصلح لجميع المشاريع اللي هي الانتاج الحيواني، الانتاج الداجيني. تصلح لو عايز تعمل فيها مصنع، اعمل مصنع. الارض قريبه جدا من الصحراوي، طريق اسفلت الرئيسي بتاع ابو غالب. قريبه جدا من الخدمات، بينك وبين زايد بالظبط حوالي تلت ساعه، بينك وبين اكتوبر نص ساعه، بينك وبين القاهره 58 كيلو، يعني ما يكملش ساعه. بنقدم لكم النهارده المزرعه دي بسعر ممتاز، مزرعه نموذجيه بمعنى الكلمه، مزرعه نموذجيه بمعنى الكلمه. بنقدمها النهارده لعملائنا، عملاء سفينة التسويق العقاري، بسعر ممتاز جدا. عايزين نخش المزرعه نشوف الانتاجيه. هنا الكهرباء في محول 100 كيلو. هنا ميه البلديه موجوده، هو ده ادي السفندي المثمر، سفندي مثمر. في بعض السفندي في مانجا برضو، شجر مانجا كبير. حاجة ممتازة جدا جدا بنقدمها النهاردة لعملائنا، عملاء سفينكس، بسعر ممتاز. مراجعة تاني للحاجات اللي في المزرعة. المزرعة زي ما احنا قلنا عقد أخضر نهائي، ملك نهائي من وزارة الزراعة، مسجلة شهر عقاري، فيها حيازة زراعية، فيها مية البلدية، فيها استراحة للمالك، فيها معلف لتربية الدواجن، لتربية المواشي. ممكن تكبر المعلف، ممكن تعمل انتاج داجيني زي ما انت عايز، كل ده متاح. فيها 2 بير بالطاقة الشمسية وبير بالكهرباء، بير بالطاقة الشمسية وبير بالكهرباء موجود هنا برضه. يعني دي حاجة ممتازة جدا احنا بنقدمها النهارده لعملائنا، عملاء سفينكس تسويق عقاري. مزرعة نموذجية، ما انتش محتاج تعمل فيها اي حاجة، المزرعة زرعة بالفعل، فيها سفندي، فيها مانجا، فيها محاصيل، كل حاجة متاحة هنا في المزرعة. يعني ما انتش محتاج تعمل اي حاجة. ده شجر المانجا، اللهم صل على النبي، حاجة ممتازة جدا جدا جدا، ما انتش محتاج تعمل اي حاجة. دي مزرعة فيها كل حاجة، فيها كل حاجة بتاعتك. مية الحكومة موجودة، مية البير 2 بير، الكهرباء كهرباء عمومية محول، وفيها برضو، وحتى الاستراحة فيها عداد 3 فاز. يعني كل حاجة هنا مظبوطة في المزرعة، حاجة ممتازة نموذجية بمعنى الكلمة. الناس تسالنا النهارده احنا بنقدم المزرعه دي بسعر ممتاز جدا جدا. ملك نهائي، معلاش اي التزامات لاي جهه، يعني بتاخد حاجه خالصه مخلصه. بنقدم النهارده الفدان
عامل 1.5 مليون. الفدان هنا في الارض ديت عامل 1.5 مليون. يعني زي ما احنا قلنا استراحه، طاقه شمسيه لوحدها دي لوحدها بمبلغ كبير، طاقه شمسيه بير، فيها محول بالكهرباء، فيها استراحه، فيها معلف لتربيه المواشي. يعني ممكن تصلح لجميع المشاريع، اي زراعه. الارض تربه ممتازه، تربه حمراء. هنا الارض برضو تربه ممتازه وتربه حمراء، حاجه ممتازه جدا جدا. يعني تصلح لكل الزراعات، اي زراعه انت عايزها، تزرع محاصيل، تزرع، هي مزروعه حتى شجر سفندي ممتاز، انتاجيه عاليه، حاجه ممتازه جدا جدا. النهارده بنقدمها للعملاء، عملاء سفنكس، الفدان ب1.5 مليون. كل اللي حابب ويجي عايز يعمل معاينه، ارقام التواصل موجوده في الوصف، يجي ان شاء الله باذن الله يعمل معاينه، وان شاء الله باذن الله تبقى ربنا يبارك لصاحب النصيب. وكان معكم محمود حربي من شركه سفنكس تسويق العقاري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.